ان انت لازم تفهم حاجه مهمه جدا في مكافحه حشره الاكروسات او العناكب او العنكبوت الاحمر الخصيصي. ان عندي بعض المبيدات المشهوره جدا في مكافحه الحشرات ديت بتاثر على جميع الاجيال ما عدا البيضه. انا عندي مشكله ان البيضه هتعمل ايه؟ هتفقس وتطلع جيل كل 3 ايام. وهنا عندي حلين اتنين، يا اما انا ارش كل 3 ايام، يا اما بقى انا اشوف طريقه اتغلب بيها على البيض بحيث ما يفقس. وهو ده السر اللي انا هقول لك عليه النهارده بابسط ما يمكن. فيديو النهارده بعنوان العنكبوت الاحمر، حشره بتنتشر على جميع الزراعات او جميع النباتات وللاسف بتكافحها بطريقه خاطئه. السؤال الاول: ما هي اضرار حشره العنكبوت الاحمر على النبات؟ نتعرف في البدايه على حشره العنكبوت الاحمر. عناكب او الاكروسات او الحلم في منها انواع كثيره جدا تتعدى الالاف، واشهرهم هو العنكبوت الاحمر لانه بيكون لونه مائل للاحمرار وفي نقطتين كده سود على ظهر الحشره. الحشره الكامله بتعمل ثقوب في خلايا البشره بتاعه الورقه وتمتص العصاره الموجوده جوه الخليه. ده يؤدي لايه؟ اول حاجه يعمل عندي خلل في عمليه تمثيل ضوئي في النبات، لان التمثيل الضوئي او البناء الضوئي بيتم عن طريق الاوراق، فكون يحصل في الاوراق مشاكل يبقى هنا هيحصل عندي مشكله فيه او خلل في التمثيل الضوئي اللي هو اصلا بيصنع الغذاء للنبات، وبالتالي النبات هيكون عنده ضعيف. طب ايه هو بقى مظهر الاصابه على ورقه النبات؟ بيكون في بقع لونها كده فضي او رمادي فاتح على سطح الورقه السفلي عند مكان تجمع الحشره. بعد شويه يتحول البقعه دي الى حجم كبير شويه ويبدا لونها ياخد اللون الاصفر الفاتح. مع استمرار تقدم الاصابه تبدا المساحه بتاعت البقعه تزيد ويبدا لونها ياخد اللون اللي هو لون الصدأ او لون البني الغامق. الورقه تبدا تجف وتنشف وممكن تموت. طب هل في تاثير للعناكب عموما على حاجه غير الاوراق في النبات؟ العناكب ممكن تاثر ايضا على الاغصان او الفروع الموجوده في النبات، سواء كان شجره او نبات خضروات او زينه او غيره. ممكن تعمل حاجه اسمها الموت الرجعي في الفروع ديت او في الاغصان بتاعه النبات. الاقي عندي البراعم بتاعه الفروع او الاغصان تبدا تجف وتنشف، ويبدا بقى الموت ده او النشفان ده يبدا ياخد كده من اعلى الى اسفل، بنسميه موت رجعي، يعني بيرجع من فوق الى تحت. فده ممكن يؤدي الى جفاف او موت كل افرع. هل الاصابه بالعناكب بتاثر على الازهار او الثمار؟ اقول لك فعلا بتاثر. ليه؟ لان العناكب اساسا بتجمع فين؟ على الاوراق الصغيره الضعيفه الطريه وعلى البراعم الصغيره اللي هي بتكون في قمه النبات. فمجرد ما العناكب بيزداد عددها في قمه النبات او على البراعم الزهريه تبدا البراعم دي تتاثر وتجف، وبالتالي هنا يحصل نوع من الفشل في عمليه التزهير. ولو اتكونت ازهار يبقى عمليه الاخصاب والتلقيح بتكون ضعيفه جدا، وبالتالي هيكون عندي في الاخر عدد الثمار اللي هتكون قليل جدا. لو اتكونت ثمار هيكون فيها مشاكل، يا اما تشوه في الثمار او في بعض الاصابات تظهر على سطح الثمره. يعني من الاخر تاثير العناكب على النبات بيكون على جميع اجزاء النبات. عشان اكافح اي حشره لازم الاول اعرف ايه هي دوره حياه الحشره دي. اول حاجه عند الحشره اللي هي الكامله بتضع بيض. الحشره الكامله بتضع حوالي تقريبا في المتوسط 50 بيضه، ممكن تصل الى 100 بيضه في المره الواحده. البيض ده بيفقس خلال من 3 الى 5 ايام، يعني تخيل انت كده ممكن يطلع عندك جيل كل 3 ايام، جيل جديد من العناكب. عشان كده المكافحه صعبه للي مش فاهم. بعد كده البيض ده يفقس الى حاجه اسمها اليرقه. اليرقه دي شبيهه بالحشره الكامله لكن لها 6 ارجل مش 8 ارجل. اليرقه تتغذى وتسكن، وبعد كده يحصل لها عمليه انسلاخ وتكون حاجه اسمها الحوريه الاولى. الحوريه الاولى عباره عن حشره شبيهه بالحشره الكامله ولها 8 ارجل. نفس الكلام، الحوريه الاولى تتغذى وتكبر وبعد كده يحصل لها عمليه سكون وتنسلخ وتتحول الى الحوريه الثانيه. الحوريه الثانيه شبيهه جدا بالحوريه الاولى لكنها اكبر حجما منها. والحوريه الثانيه تتغذى على اوراق النبات او على براعم النبات، ونفس النظام بتسكن ثم تنسلخ وتتحول الى الحشره الكامله. الحشره الكامله هي اللي بتضع البيض بعد كده وتكمل دوره الحياه وهكذا. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ لان انت لازم تفهم حاجه مهمه جدا في مكافحه حشره الاكروسات او العناكب او العنكبوت الاحمر الخصيصي. ان عندي بعض المبيدات المشهوره جدا في مكافحه الحشرات ديت
بتأثر على جميع الأجيال ما عدا البيضة. أنا عندي مشكلة، البيضة هتعمل إيه؟ هتفقس وتطلع جيل كل 3 أيام. وهنا عندي حلين اتنين، يا إما أنا أرش كل 3 أيام، يا إما بقى أنا أشوف طريقة أتغلب بيها على البيض بحيث ما يفقس. وهو ده سر اللي أنا هقول لك عليه النهاردة بأبسط ما يمكن. يا إما هتروح لبتاع المبيدات أو الشركة المتخصصة في المبيدات زي الشركات الكبيرة زي سنجنتا أو شورى أو غيرها، وتقول أنا عايز مبيد للعناكب بيأثر على جميع أطوار الحشرة بما فيهم البيضة. في حاجات زي كده طبعا ما ينفعش انا اقول اسماء لان انا مش بعمل دعايه لاي منتج. طب لو انا مش عارف اعمل ايه، هقول لك حضرتك تشتري مبيد ابامكتين عادي خالص لكن من حد موثوق فيه، لان للاسف موجود كتير جدا بيعبي الماده ديت لكن هي مش ابامكتين خالص. وبعدين هتخلط معاها زيت نباتي. تروح لاي حد تاجر مبيدات وتقول له انا عايز زيت نباتي هخلطه مع المبيدات، هيديك عبوه كده. هتاخد نص سنتي من الابامكتين مع سنتي ونص الى 2 سنتي من الزيت النباتي، تخلطهم مع بعض على لتر الميه وتقلب كويس جدا وترش بيه. هتلاقي عندك نتيجه مبهره، لان الزيت هيعمل ايه بقى؟ الزيت هنا هيعمل عمليه تغليف لبيضه الحشره، فيمنع التنفس او الاكسجين عن الجنين اللي موجود داخل ايه؟ داخل البيضه، وبالتالي هنا الجنين هيموت. يبقى انا هنا قضيت على جميع اطوار الحشره. واحد يقول لي طيب لو ما لقيتش زيت نباتي اعمل ايه؟ اقول لك حضرتك هتجيب زيت صيفي وهتستخدم حوالي سنتي الى سنتي ونص من الزيت الصيفي مع مبيد العناكب. لكن انا بنصح باستخدام الزيت النباتي لان انا في مشكله كبيره جدا عندي، وهي ايه بقى؟ ودي نقطه مهمه قوي يا جماعه. احنا بنغلط وبنرش مبيد العناكب يا اما صباحا او مساء زي اي مبيد، ده غلط تماما. مبيد العناكب بيترش وقت الظهيره لان العناكب بتنشط في فترة ارتفاع درجة الحرارة. فأنا لو استخدمت زيت صيفي وكان نوع يعني هقول رديء شوية، ممكن يعمل لي عملية تلسيع أو حرق للأوراق بتاعة النبات لأن أنا برش في عز الظهر. واحد يقول لي طب ممكن تقول لي على حل ثالث لو أنا ما جبتش زيت نباتي أو أنا خايف من استخدام الزيت المعدني؟ أقول لك هات حاجة اسمها الصابون البوتاسي أو الصابون الزراعي، وهتحط منه على لتر الماء مع مبيد العناكب حوالي 2 سنتي صابون بوتاسي او صابون زراعي. برضو نفس القصه، الصابون هيعمل عمليه تغليف للبيضه، هيمنع التنفس عن الجنين داخلها وبالتالي هيختنق الجنين ويموت. يبقى انا قضيت على جميع اطوار الحشره بطريقه سهله وبسيطه وبدون اي تكاليف. هنا بقى يظهر سؤال مهم جدا، لو انا طبقت الطريقه ديت رشيت مبيد مع زيت نباتي او مع صابون بوتاسي او صابون زراعي، ارش كل قد ايه؟ اقول لك ان دوره حياه الحشره تقريبا حوالي من 13 الى 15 يوم، وبالتالي هنا بعد 13 يوم تقريبا هعمل فحص للاوراق بتاعتي. امسك ورقه النبات واقلبها من الظهر وابدا عن طريق عدسه مكبره وافحص الورقه. انا لو لقيت على الورقه الواحده من 3 الى 5 حشرات هبدا اتدخل بالرش، لو ما فيش يبقى انا مش هرش. سامع واحد بيقول لي طب انا ما عنديش عدسه اعمل ايه؟ اقول لك يا سيدي سهله جدا، امسك ورقه النبات وصورها بالموبايل وكبر الصوره، هيبان معاك لو في حشرات او ما فيش حشرات. انا بسهل لك الدنيا عشان تعرف تعمل مكافحه كويسه جدا جدا باقل تكاليف. طيب لو انا عندي زراعات منزليه اعمل ايه؟ هقول لك عندك حلين. اول حاجه ان انت تجيب قطع من القماش وتبلها في محلول مكون من لتر ماء ومعلقه كبيره من خل الطعام، وهتمسك كل اجزاء النبات تمسحها كويس جدا مره كل 15 يوم. الحل الثاني هتجيب لتر ماء وهتضيف عليه ملعقه كبيره من فلفل الحار او الشطه و5 فصوص توم وتغليها على نار هاديه، وبعد ما يبرد تصفيه وهتضيف عليه نصف معلقه كبيره من زيت طعام ونصف معلقه كبيره من الصابون السائل اي نوع، وهتمزج المخلوط كويس جدا وترش بيه اي نبات عندك كل 15 يوم. غالبا ده هيقضي على كل الحشرات. شكرا لحسن استماعكم والى لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.